طارق. دي صرت شهيد ولا ايه؟ ربنا بس يخلص نياتنا، تكون نيتنا صافية ليه تعالى وللوطن، ما كنتش لأي أغراض تانية. قول. ما كنتش فيه أغراض تانية، دي أهم حاجة. لو لقينا حد ليه أغراض تانية ما نمشيش وراه، ناخده معانا، كلنا واحد. في رأي بحترمه جدا بيقول ان احنا مش مفوضين قوي من الناس بتوعنا، لازم نرجع لهم، لازم نرجع لناسنا في المجال والادارات.
السابق ده عايز يتعامل بيه من حديد. يا استاذ الفاضل دول بيضحكوا علينا. معلش في ناس وهو فاضي، معلش بس هكمل كلمتي، معلش لحظه بس. يعني دلوقتي في ناس وهو فاضي سبقونا وراحوا قعدوا مع الوزير وراحوا قعدوا في المجلس الوزراء وكده، ولهم كل الشغل وكل التقدير، وطلعوا في الفضائيات واتكلموا عن مشاكل المعلمين، لهم كل الشغل وكل التقدير، بس احنا ما عملناش حاجه. لسه ما وصلناش حاجه. طب دلوقتي اصحاب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عشان اخد حاجه من دي مش هاخد. انا عايز اضرب ايدي من حديد على النظام السابق، لانه ما زال قائم. ما زال قائم. تتلاعب بالألفاظ وفي مقدمة النشرة استهزاء ببيانات المعلمين واسلوب الغاء مع المعلمين. يا اخوانا انا بقول ان الا يصدر من هنا من المؤتمر ده قرار باستمرار في الحجز واستمرار في الضغط على الحكومة وعلى الوزارة، انا ويمكن الزملاء عارفين انا محلل سياسي لاحداث ثوره 25 يناير. كل الافلام الهند اللي بتتعمل دي افلام هنديه. مصر امنه وستظل امنه، ولا بد من الاستمرار على الضغط، لاننا لا نطالب ب 200% ولكن نطالب بتطهير منظومه تعليم كامله. واحنا ادينا معلومات على فكره كيف تكون هذه الموارد موجوده، والاستاذ مجدي بيكتب كل 31 بند، انا عندي زيهم. بس للاسف الشديد احنا كنا عندنا كنود وما وضحناش للناس، فالناس ذات خوف. اتكلمنا على طعم الطاقه، واتكلمنا عن الحد الاقصى للاجور، واتكلمنا عن الضرائب العاديه والتصاعديه، واتكلمنا عن اموال الداخل واراضي الداخل ومش اموال الخارج.
احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا. نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا. نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم بس احنا نحلم. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم بس احنا